خروج الاهلي من كاس مصر قدام مصرية اتصالات انت مش خطأ ماتش، مش خطأ لعيبه، دي اخطاء اكبر من كده. انت بتدفع ضريبه غلطات السنين كلها. فكره ايه؟ اللي انت لما سحبت الكام لاعب اللي عليهم العين وراحوا المنتخب وراحوا منتخباتهم كلهم، عرفت تتعامل ازاي، عرفت ده وضعك الحقيقي، ده مستوى الجوده اللي انت فيها اساسا، دي اللعيبه اللي حضرتك وصلت لها. على فكره انت المهاجم اللي كان بيلعب النهارده والمهاجم الاساسي بتاعك سواء جراديشار او شريف، بتتكلم كوكا هو اساسي، طاهر يعتبر اساسي، داري اساسي. انت كل ده يا جماعه ده فشل، مش فشل يومي، ده فشل سنين متراكم عليك. بنفس الطريقه اللي انت بتقدر تفشل بيها كل مره ما بتخيبش. ايه اللي مقعد شريف وطاهر والناس الحلوه دي كلها وكوكا في النادي؟ هل دي الدكه اللي انت مستني تقلب الماتش؟ مش تقلب حاجه، تقلب الماتش عليك. النهارده انا خلي بالك، انا امبارح ما اتفرجتش على الماتش كامل، اتفرجت على الملخص واتفرجت على لايف اخر 10 دقايق من ساعه ما الجون دخل فينا الجون التاني. لا الفرقه دي لو اتثابت يعني فضلوا مشغلين الماتش ساعه كمان، والله ما هنكسب. واحنا بالعكس ممكن يجي فينا التالت وممكن يجي فينا الرابع عادي جدا. فانا فرحت بالخروج بالكاس، فرحت ل... لان اكشف العهات، اكشف العهات واتفرج عليهم قدامك اهو، مش هيتغطوا مع التانيين، لا دول العهات اللي عندنا في الفرقه.